تعالوا نشوف الحاج محمد عبد الوهاب بيقول ايه مع مهيب. لما تبقى انت مرعوب قوي من الزمالك كده ومش عارف تبقى منافس ليه، وكل ما يجيب لعيب ينكد عليك. تعالى نسمع، بس اولا قبل ما نسمع، الحاج محمد عبد الوهاب غلطان في موضوع احتراف ايمانويل. هو ما جابلوش عرض لالمانيا. انت بتسعى ان يمشي لانه كان منكد عليكم. فاحنا هنشوف دلوقتي احلى جون جاب ايمانويل. كرة معاه من نص ملعبنا، بيرقص لاعب والتاني بيحاول انه يأذيه بفاول، في عز ما هو واقع على الارض. الكرة تتعطل لمدة 10 ثواني، يجي ياخدها ويجيب احلى جون في شبيه. الجون ده فعلا جنن اهلاويه كتيره، بس ما راحش المانيا يا حاج عبد الوهاب. هقول لكم بعد ما نسمع الحاج عبد الوهاب ومهيب الاعلامي الكبير اللي مش عارف يعني ايه دوره العاب افريقيه من كاس العاب افريقيه. معلش، اي حد بيبقى اعلامي. نسمع كده. كان في لعيب جامد جدا ملوش حل في نادي الزمالك اسمه ايمانويل، كان لعيب نيجيري. بص تفتكره الترقيصه. ايمانويل؟ بص الازاء. ايمانويل اه امونيكي اه لعيب جامد جدا جدا. اللعيب ده كان كل ما ينزل فينا راح حاطط جول ولا بتاع بالظبط في النادي الاهلي بالظبط. لا، فطبعا. ايمانويل كان بيلعب في كاس الالعاب الافريقيه في مصر. ايوه كانت بتنظمها مصر. ايوه، لا بقول لك كان بيلعب في نادي الزمالك. حلو. بيلعب في نادي الزمالك كان مكسر الدنيا. تمام. ما كانش ليه حل بقى، ده نعمل ايه؟ طبعا لازم جبنا له يعمل حد كده من عليك. بره خده ونفضل وديه شباب في المانيا. ظهركم. ما كان ساعتها كان لازم يمشي من نادي الزمالك، ما متابع. كان ينفعش يفضل نادي الزمالك في نادي الزمالك. حق باين اه والله والأهل العظيم يا باين. مهيب، لازم كان ما ينفعش انا اقعد بقى نعكن على الاهلاويه كل واحد يجيب له ويجيب فينا جون وبتاع، ما ينفعش. تخيلوا، لا مهيب عارف يقول يعني ايه دولة ألعاب أفريقية، اللي كان طبعا دولة ألعاب أفريقية دي كل المسابقات تبقى فيها منها كرة القدم. سنة 91 وكانت مقيمة في مصر، وجه معاه واحد اسمه بابا نجيدة، بس ما تألقش زي ما تألق ايمانويل أمونيكي. وخد مع الزمالك 2 دوري، وخد معاه واحد كاس، وخد معاه أفريقيا، وخد معاه سوبر أفريقي الشهير بتاع جوهانسبرج. الله أكبر عليه، كان أول سوبر أفريقي، وأول سوبر ناخده من النادي الأهلي، واخر سوبر ناخده برضك من النادي الاهلي. بس عايز اوصل لكم معلومه على كذب محمد عبد الوهاب. هو اي لعيب جامد زي كوارشي بينكد عليكم فتلغوا الاحتراف. ايمانويل ينكد عليكم فعايزين تمشوه، بس ما كانش انت اللي عملت كده للاسف. فاروق جعفر هو اللي مشى ايمانويل ومشى رضا عبد العال. ايمانويل طلع من عندنا، ما راحش المانيا، راح سبورتك لشبونه لمده 4 اشهر بس. لما ساب الزمالك راح سبورتك لشبونه. ساعة الموضوع بتاع سبورتك لشبونه ده كان بيلعب في كاس العالم 94 في امريكا. الراجل ده تألق مع منتخب نيجيريا وجاب جون جميل جدا. فبسببه برشلونة تعاقد معاه من سبورتك لشبونه، ونهت مسيرته بعد اول سنة مع برشلونة بسبب رباط صليبي. دي معلومات رياضيه، ما ينفعش ان انت عشان خاطر ايمانويل دايس عليكم تقول اي معلومات وخلاص. اما بالنسبه لموهيب ادينا قلناها. قد ايه الزمالك بيصنع والاهلي يقلد. الزمالك يفرق والاهلي ده حجمه، زي ما عمل الشيبي. دمتم لنا اضحوك دائما. الزمالك اكبر وانضف قلعه رياضيه في مصر، وانتم زي ما قال الحاج محمد عبد الوهاب اللي بيضايقنا بنمشيه، ما بتعرفش تنافس. انا حبيت انزل الفيديو ده عشان الغلطتين اللي في الفيديو، بتاع احترافه في المانيا وبتاع مهيب اللي بيستضيف اي حد واعلامه خلاص. هو ده اعلامنا وهو ده منافسنا. استقيموا يرحمكم الله.